هو في الحقيقة علاقة الخلفية الشرعية بالتوجهات السياسية، أنا أظن أنه كل الناس عندهم نفس الإشكالية بصرف النظر، حتى اللي كانوا مقيمين في مصر، اللي ما راحوش لا سعودية ولا حاجة، نفس الإشكالية. إيه هي الإشكالية؟ أن معظم التيارات الإسلامية لم يكن عندها حقيقة مشروع سياسي، ما كانش فيه مشروع سياسي موجود، بل حتى بعد الثورة ما فيش مشروع سياسي موجود مبني على أسس يعني أصولية إسلامية، مش موجود. ولذلك بعد الثورة كثير من التيارات الإسلامية بدأت تفكر، لم تجد أمامها إلا المشروع الغربي بشكل أو بآخر، فبدأت تتواءم معه وتتكيف معه. لكن حقيقة هل يوجد مشروع سياسي إسلامي واضح؟ هذا غير موجود، سواء بقى من كان عنده خلفية يعني سلفية بين قوسين أو أزهرية أو غيرها، مش موجود في الحقيقة. فالكل الآن صار يحاول أنه زي ما قلت يوائم بين ما تعلمه وبين النموذج الغربي الموجود. ده يعني مفارقة تاريخية حصلت، ولكن أظن مع الوقت هنحتاج أن احنا نؤصل مشروعا سياسيا إسلاميا. عندنا أصول كثيرة جدا فكرية وفقهية في تاريخنا الإسلامي، لكن نحتاج إلى يعني جهد أكاديمي مش بسيط لبلورة هذا المشروع السياسي.